breath, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong together like cold iced tea and warm weather, where we lay out late underneath the pines. ودوكا راح نبدا ندير تخطيط للعطله الصيفيه تاعنا summer 2025. بون حطيت الفيجن بورد تاعي، الهدف اللي حطيته في بدايه العام، راح نشوف واش نقدر نحقق في هذه العطله الصيفيه، باسكو ما حققتش اهداف بزاف في بدايه العام. كما على بالكم رانا وصلنا تقريبا نص العام، فراح نشوف واش راح نحط اهداف لهذه العطله. بون دوكا كما على بالكم انا خلصت القرايه ومش راح نقرا دوكا كامل في العطله، وراح نبدا في بدايه العام باذن الله بكالوريا. الاهداف اللي نحطها العطله هادو، اول حاجه سبور، نحاول ندير سبور بزاف ونشرب ماء واكل صحي، يعني اهداف دائما كل عام نديرها وان شاء الله باذن الله هذا العام نحققها. الكوتي اللي منا باغيه نحافظ على الصلاه تاعي ونقرا قران بزاف، وباغي ثاني انه نقرا كتب بزاف، نبغي نقرا صراحه، فراح نحاول انه نطور نفسي اكثر بالقراءه. وهنايا ثاني باغي ندخل مسبح صراحه، فراح نشوف باذن الله اذا قدرت نصور لكم ولا لا. باذن الله بعد العيد نحاول انه نسجل في دوره تاع السباحه. بون بالنسبه للطبخ ثاني باغيه انه نتعلم طبخات اكثر مادام العطله وعندي وقت فراغ اكثر، فراح نحاول انه نتعلم طبخات اكثر. هنايا في الكوتي باغيه انه نعتني بشعري اكثر ونعتني بنفسي، يعني عنايه بالنفس. وهذا هم الاهداف. وباغيه ثاني نتعلم سواقه صراحه، ما على باليش اسكو ندخل في الجيم ولا لا، والله ما على بالي. وهنايا اي ثينك ثاني باغي نتعلم لونغ، هذا هدف ديما كل الصيف نقول نديرو وما على باليش كل الصيف واش يصرى. المهم باذن الله هذا الصيف نحاول نطور نفسي في لي لونغ. فوالا دوكا راح نشوف يعني نشوف في بانترست افكار باش ندير فيه مخطط للعطله. ونجي عندي ثاني شويه ستيكرز ثاني باغي نديرهم، دوكا نوريها لكم. بون هاي ليكم ستيكرز، سو حابه نستخدم شوي من هادو طبعتهم، وباغي نستخدم هذا، صبروا هذا شباب، هذه التصويره، والله ما على بالي، نشوف كاش عباره هكا شابه نديرها ونشوف. بون انا من قبل شفت تصاور في بنترست، اذا قدرت راح نوريها لكم وراح نسي ندير، ما على باليش اسكو نعرف. بون كيما هيك كملت، طولت صراحه، صراحه ما عجبتنيش بزاف النتيجه، مي نورمال. بون كيفاش خططت، درت مجموعه من الجوانب، درت مثلا جانب ديني، درت جانب صحي وجانب ذاتي وجانب ترفيهي، ودرت اهدافي اللي حابه يعني هذه العطله، يعني حابه فريمون صح نحققهم، ودرت ممنوعات الحوايج اللي مش حابه نديرهم في هذه العطله. بون هذو الاهداف صراحه ما حبيت نشاركها معكم، يعني شخصيه، مي هادو حبيت نشاركها معكم، وكل واحد وكيفاش يبغي يدير تخطيط لك نعطيكم فكره. اوكي، وبعد ما درت تخطيط للعطله الصيفيه، دوكا راح ندير تخطيط لشهر جوان، وراح نكتب اهدافي لهذا الشهر. صراحه هذا ما جاش كيما اللي في الصوره، مي نورمال، المهم حاجه وخلاص. ودوكا راح نوريكم اشترياتي تاع هذا العيد. اول حاجه شريت هذا الانسامبل تاع الخرجه، شريت هذا الشميز، جي هكا شميز ابيض فيه هكا ورود كحل، ومع هذا السروال تاعو نورمال يجي معاه، جاي هكا بارد لاباس باب.
ومن قبل هكا عندي صاك، دونك حنسقها معه. وشريت معاه ثاني خمار كحل، هذا تاع بيزو بيزو مليح. دونك هذايا تاع النهار الاول تاع العيد. اما بالنسبه للدار شريت هذه الروبه، جايه بزاف هايله، الكيتان تاعها هكا بارد، شغل جايه هكا بارده وتاع الصيف يعني. هذه حنلبسها في الدار تاع اول نهار عيد. قولوا لي اسكو شابه ولا لا؟ بون هي في الكاميرا ما تبانش صراحه شابه، مي كي لبستها جاتني بيان. وشريت ثاني واقي الشمس، صراحه ما عرفتش شنو هو الواقي الشمس اللي حنشريه. دونك هذا لقيته بزاف مشهور في التيك توك وشكروا لي بزاف عليه، دونك حبيت نسيه، مش مسيته من قبل. هو هذايا واقي الشمس تاع ميك، دونك ما على باليش، قالوا لي بلي راه مليح، دونك راح نسيه ونقول لكم. ودوكا راح نوريكم الصباط اللي شريته. انا شريت صنديله شابه عجبتني انا صراحه. هاي تجي كيما هكا، يعني هكا حسيتها هكا مريحه مليحه للخرجه هكا. هاي وثانيك حبيت قلت هكا بالك نلبس هذه نواظر معها. ايش رايكم مع اللبسه الاولى؟ ماشي هذه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا عشية عرفة من الظهر إلى المغرب، ويباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله في عبد من النار من يوم عرفة. هذا للكل، للحجاج وغير الحجاج. هذا يوم تسكب فيه العبرات، تقال فيه العثرات، تغفر فيه السيئات، ترفع فيه الدرجات، تضاعف فيه الحسنات. فعلينا أن نفتقر، هذه حقيقة الحج كله، الحج عرفة، فتدعو الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدعاء هو العبادة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله أعلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون قبلي إيش؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أحب كلمة عند الله وأعظم كلمة عند الله، الغاية التي خلقنا لأجلها.